غادي تتابعوا في هذا الفيديو الكلمة ديال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، واللي دار كلمة رائعة جدا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطرق على المواضيع كثيرة. والنقطة الأولى اللي كانت هي أن الصحراء مغربية رغم تطاول أي نظام في العالم. بزاف الدول اعترفت بمغربية الصحراء، وهذا دوسي يعني غادي يتطرق وغادي يتسد نهائيا في الأمم المتحدة، وغادي تسحب من طاولة ديال المفاوضات. الحمد لله صحراء مغربية. غادي تستمعوا الكلمة الكاملة ديال رئيس الحكومة المغربية سيد عزيز أخنوش، وغادي نتلاقاو في آخر الفيديو في تعليق بسيط إن شاء الله مور هذه الكلمة ديال رئيس الحكومة. سيد الرئيس، إن المملكة المغربية تظل ملتزمة بالتسوية السلمية للنزاعات وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وبناء عليه يتشبث المغرب بالتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي حصريا، وفي إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة. أن الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي هذا الإطار تضم بلادنا صوتها إلى صوت باقي الدول الإسلامية والعربية للتعبير عن فائق القلق حول الأوضاع الخطيرة والغير مسبوقة التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكتوبر 2023. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمعية العامة، السيد الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي بداية أن أهنئ معالي السيد فيليمون يانغ على انتخابه رئيسا للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، متمنيا له النجاح خلال ولايته. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لسلفكم معالي السيد دونيس فرانسيس لما بذله من جهود لإنجاح الدورة السابقة. أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على دعم المملكة المغربية الكامل لمساعي معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة لتمكين منظمتنا من رفع التحديات الكونية، ولا سيما مبادرته الطموحة بشأن عقد قمة المستقبل. سيد الرئيس، لا يمر عام على التئام جمعنا هذا وإلا نجد أنفسنا أمام تطورات سريعة ومعقدة للسياق الدولي التي نتحاور ونتفاعل فيه. تحولات متسارعة بالنظر إلى الطفرة الهائلة التي تحققت على مستوى وسائل التواصل وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، ومتشابكة نتيجة للتغيرات التي تطرأ على احتياجات مجتمعاتنا والتحديات الماثلة أمام دولنا. كما أن الإحساس بالأمن الجماعي الذي صاحب إنشاء الأمم المتحدة تراجع ليحل محله عدم يقين متجدد في سائر المجالات ذات الصلة بالنشاط البشري. وها نحن نواجه تحدي إعادة تحديد أساليب الإنتاج والاستهلاك الخاصة بنا ونماذج الحكامة، بل وبنى مجتمعاتنا أيضا. هذا ما أكد عليه صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انعقدت بمراكش. وأقتبس من كلام جلالة قوله: ففي الوقت الذي كان يواجه فيه كوكبنا تقلبات مناخية فرضت واقعا جديدا ما فتئت لتؤكده المعطيات يوما بعد يوم، لا يزال العالم غارقا في مشكلات كنا إلى عهد قريب نحسب أن جزءا كبيرا منها قد وجد طريقه إلى الحل بفضل القواعد والمؤسسات متعددة الأطراف التي تم إرساؤها غداة الحرب العالمية الثانية. انتهى مضمون رسالة جلالته. ويحق لنا هنا أن نتساءل: هل بلغ العمل متعدد الأطراف مداه؟ وهل حانت ساعة التفكير في بدائل أخرى من الحكامة العالمية
هل نحن مجبرون على الاختيار بين تعددية العمل وتعدد المثل العليا؟ السيد الرئيس، لقد أسست المملكة المغربية عقيدة دبلوماسيتها متعددة الأطراف بناء على التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس على مبادئ ثابتة قوامها الطموح والوضوح وأسلوب عملها الابتكار والواقعية في التصورات والخطوات لجعل التعاون مع الشركاء التاريخيين يواكب تطور الاحتياجات وبناء أطر مناسبة مع شركاء جدد انطلاقا من مبدأ التضامن الفعلي واقتسام التجربة والمنافع مع لازمة أساسية ولا هي رفع تحديات الأمن والتنمية والاستقرار. فخيار العمل متعدد الأطراف بالنسبة للمملكة المغربية لم يكن ولن يكون تعبيرا عن مثالية عفا عليها الزمن ولا انتهازية سياسية قصيرة الأمد، ذلك أن هذا العمل يظل بالرغم من نقائصه المسار الوحيد للتصدي لتحدياتنا الجماعية ومواجهة الأخطار الكبرى التي تحدق بنا، غير أنه لم يعد ممكنا الاقتصار على التفكير في إخفاقات العمل متعدد الأطراف وعلى إعلانات النوايا لإصلاحه، بل صار لزاما علينا العمل من أجل إعطاء زخم جديد لهذا الإصلاح عبر حشد كل الطاقات خاصة الشباب والنساء. فكيف لنا أن نتحرك إزاء مستقبلنا بعيد انعقاد قمة المستقبل بداية هذا الأسبوع دون إشراك هذه الفئات في بلورة أشكال ومضامين العمل متعدد الأطراف المستقبلي؟ وبنفس القناعة نعتبر أن العمل متعدد الأطراف هو أداة ورافعة بيد البلدان النامية للدفاع عن مصالحها وتسليط الضوء على أولوياتها الوطنية والاستفادة من فرص التعاون وتقاسم التجارب والخبرات. السيد الرئيس، توجد التغيرات المناخية على رأس التحديات الكبرى التي يواجهها كوكبنا، وفي هذا الإطار فإن النظر إلى الواقع كفيل باستنباط خلاصة مفادها أن البلدان الإفريقية هي الأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ، وإن كانت مساهمته فيه من بين الأدنى في العالم. إلى جانب ذلك تخصص حصة ضخمة من مواردها لاسترداد الديون المترتبة عنها، لذا لا بد من تعديل أطر وقواعد الاقتراض لمراعاة القيود التي تواجهها البلدان الإفريقية في التكيف مع آثار تغير المناخ. وفي هذا الإطار تدعو المملكة المغربية إلى إنشاء آليات مالية مبتكرة كفيلة بتعزيز الآثار الإيجابي لصناديق المناخ مع ضمان القدرة على تدبير المديونية. كما ينبغي التعجيل بإصلاح الهيكل المالي الدولي بغرض تلبية احتياجات البلدان النامية من خلال تيسير الاستفادة من قروض عادلة بما يضمن الاستثمار في تنميتها. كما ندعو إلى تمثيلية أكثر ملائمة للبلدان الإفريقية في مجالس إدارة البنك الدولي والبنوك المتعددة الأطراف الأخرى من أجل تعزيز الطابع الديمقراطي في أداء مجالس إدارتها، وكذا اعتبار مقاربة مثمرة في التعامل مع أزمات الديون التي تنعكس سلبا وبشدة على اقتصادات البلدان الإفريقية. وفي هذا الصدد تواصل المملكة المغربية التي تتولى رئاسة مجموعة البلدان ذات الدخل المتوسط لسنتين متتاليتين في نيويورك دعوتها إلى اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف قادرة على الحفاظ على زخم التنمية التي تمكنت هذه البلدان من تحقيقه. سيد الرئيس، اهتداء برؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تواصل المملكة المغربية الدعوة إلى تعددية واقعية وتضامنية وبراغماتية في خدمة مصالح القارة الإفريقية، معززة بآليات فعالة في اتخاذ القرار. تلكم هي المقاربة التي تنهجها المملكة المغربية،
وتنكب الحكومة على تنفيذها في مجالات مختلفة كمواجهة التغيرات المناخية والهجرة ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى تنزيل أوراج اجتماعية كبرى لبلوغ العدالة الاجتماعية من خلال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية. وبفضل هذا الورش المهيكل الذي خصصت له ميزانية عن 29 مليار ديال الدرهم سنويا بحلول عام 2026 سيستفيد ملايين الأشخاص من مساعدة اجتماعية مباشرة. سيد الرئيس، تأكيدا للتوجه المغربي نحو الأطلسي وانطلاقا من الإيمان الراسخ بأن الساحل الأطلسي من شأنه أن يصبح فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي ومحور للإشعاع القاري والدولي، دعا صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى تعزيز روابط الاندماج والتعاون بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي في إطار مبادرة مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية. تلكم المبادرة الملكية للتعاون جنوب جنوب القائمة على مبادئ العمل المشترك والتضامن بغية جعل الفضاء الأطلسي الإفريقي منطقة يعمها السلام والاستقرار والتنمية. كما أطلق جلالة الملك مبادرة طموحة ترمي إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي انطلاقا من قناعة جلالته بأن لهذه المنطقة كامل الحق في المشاركة في الاقتصاد العالمي، وتسعى المبادرة الملكية الرائدة إلى أن تكون ركيزة للرخاء والسلام والاستقرار لهذا الجزء من القارة الإفريقية. كما أن روح التضامن نفسها هي التي كانت وراء مشروع إنشاء خط أنبوب الغاز المستقبلي بين المغرب ونيجيريا الذي يعد مشروعا للتكامل الإقليمي والانتعاش الاقتصادي المشترك، غايته تعزيز الدينامية ديال التنمية في الضفة الأطلسية بمشاركة 13 دولة إفريقية. فبمقدور قارتنا اليوم أن تعول على حكمة قادتها وعلى إبداع شبابها، لكنها تطمح إلى تضامن المجتمع الدولي وتعاونه في مواجهة تحدياته. سيد الرئيس، إن المملكة المغربية تظل ملتزمة بالتسوية السلمية للنزاعات وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وبناء عليه يتشبث المغرب بالتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي حصريا وفي إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة، الأمر الذي سيفتح آفاقا جديدة لفرص التنمية في المنطقة، حيث إن الدعم الثابت والمتزايد للعديد من الدول لسيادة المغرب على صحرائه وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي يشكل رسالة واضحة للأطراف الأخرى وللأمم المتحدة، مفادها أن الوقت قد حان للتحرك نحو حل سياسي على هذا الأساس من خلال سلسلة الموائد المستديرة ووفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في هذا السياق كيدعم المغرب الجهود التي كيبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة السياسية بحضور المشاركين الأربع من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي عملي ودائم على أساس روح التوافق وفقا لقرار مجلس الأمن 2703. وهنا لابد من التذكير بتوابت موقف المغرب كما جدد التأكيد عليها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله للأمين العام للأمم المتحدة، وهي لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة بمشاركة كاملة من الجزائر. لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، لا عملية سياسية جدية دون العودة إلى إيقاف إطلاق النار من طرف الميليشيات المسلحة كما ينادي به أعضاء مجلس الأمن. وموازاة مع ذلك فإن واقع الصحراء المغربية
المعيش يترجم دينامية تنموية بوتيرة تعد من أعلى ما تشهده المملكة المغربية، وذلك بفضل المشاريع المنجزة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، علما أن سكان المنطقة يشاركون مشاركة كاملة من خلال ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا في المجالس الإقليمية للمنطقة في جميع مراحل تنفيذ الإطار السياسي الطموح، حيث أن المشاركة النشطة لهذه الساكنة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة تنبثق من تشبثها الراسخ بالوحدة الترابية للمغرب ومغربية الصحراء. سيد الرئيس، لقد أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه بمناسبة الذكرى 25 لاعتلاء العرش أن الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي هذا الإطار تضم بلادنا صوتها إلى صوت باقي الدول الإسلامية والعربية للتعبير عن فائق القلق حول الأوضاع الخطيرة والغير مسبوقة التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكتوبر 2023، والتي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى الدمار الهائل والحصار الشامل على غزة في خرق سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية. وأبرز صاحب جلالة رؤيته من أجل الخروج من منطق تدبير الأزمة إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع، وذلك وفق المنظور التالي: أولا، إذا كان التوصل إلى وقف الحرب في غزة أولوية عاجلة، فإنه يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق سياسي كفيل بإقرار سلام عادم وعادل ودائم في المنطقة. ثانيا، إن اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يتطلب قطع الطريق على المتطرفين من أي جهة كانوا. ثالثا، إن إرسال الأمن والاستقرار بالمنطقة لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين تكون فيها غزة جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وعلى المستوى الإنساني، عمل جلالة الملك نصره الله بصفته رئيسا للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي على فتح طريق بري غير مسبوق لإيصال المساعدات الغذائية والطبية العاجلة إلى الأشقاء في غزة. كما تعبر المملكة المغربية عن بالغ قلقها في التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، فكل المؤشرات تشير إلى أننا أمام وضع غير مسبوق من شأنه توسيع دائرة الصراع، والذي قد يدخل المنطقة برمتها في مرحلة لا يمكن التكهن بتأثيرها وتداعياتها. ولقد سبق لصاحب جلالة الملك محمد السادس أن أكد بأن انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية يعتبر من أهم الأسباب التي تؤجج الصراع في منطقة الشرق الأوسط. ولطالما حذر جلالته من الاستمرار في إدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دون حل واقعي ومستدام، مما ولد الإحباط وخيب الأمل وأدى إلى توالي النكبات المدمرة بمآسيها الإنسانية وتوسيع تداعياتها الخطيرة على الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، وكذا على الأمن والسلم الدوليين. لا يفوتني هنا أن أعبر عن تضامن المملكة المغربية الكامل مع لبنان الشقيق حكومة وشعبا لما يتعرض له من اعتداء، ونطالب بضرورة احترام وحدة لبنان الترابية وسيادته الوطنية. سيد الرئيس،
إن الكم الهائل للتحديات العالمية التي نواجهها يستلزم استنهاض ضميرنا الجماعي وتجويد أساليب عملنا وتمتين قاعدة قيمنا. فالأمم المتحدة اليوم تقف أمام عبء استعادة روح التضامن النشط والمسؤولية الجماعية والنزعة الإنسانية الصادقة التي صاحبت إنشاءها، مع ضرورة وضع حد لاشتغال مسألة الإصلاح. ونحن على أبواب الاحتفال بالذكرى 80 لإنشاء المنظمة. إن قمة المستقبل التي انعقدت في بداية هذا الدورة والقمة الاجتماعية لعام 2025 وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 كلها رؤى لمستقبل مشترك وخرائط طريق يجب تنفيذها كي نتمكن من العمل معا لتلافي التأخير الكبير المتراكم. السلام عليكم وشكرا. كما سمعتوا الكلمة ديال رئيس الحكومة المغربية السيد عزيز أخنوش، كلمة يعني معبرة، كلمة طرق فيها الجميع المواضيع كثيرة. الموضوع الأول ديال الصحراء المغربية، صافي يعني الصحراء المغربية 100%، ما كاينش المزاح. الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، يعني رغم الكيد اللي كاين ورغم يعني الالتفاتات اللي كيلتفتوا يعني الأعداء، ولكن الحمد لله الصحراء مغربية وغادي تسحب نهائيا من الأمم المتحدة. والنقطة الثانية اللي كانت في الكلمة ديال رئيس الحكومة هي ما يعيشه الشعب الفلسطيني وغزة خصوصا من الإبادة الجماعية ومن القتل الممنهج ديال الكيان الإسرائيلي، الكيان الصهيوني. المهم كانت كلمة معبرة وعرج على أن الصحراء المغربية تبدلات وولات يعني مناطق رائعة جدا، أحسن بزاف ديال المناطق في العالم، لا من ناحية التنمية لا من ناحية ديال البنية التحتية. والأكيد أنكم سمعتوا بزاف ديال القنصليات في العالم حلت المكاتب ديالها في الصحراء المغربية، وهذا كيأكد أن الاستقرار هو سيد الموقف، وأن المغرب دائما ملتزم بالقرارات ديال الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة. وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذا. تحياتي لكم وإلى فيديو لاحق إن شاء الله. السلام عليكم.